السلام عليكم. النهارده جيت لكم باحلى الناجتس هنعمله في البيت مع بعض علشان عودة المدارس والحضانات. حيرة كل يوم هنفكر عيالنا هياخدوا ايه في اللانش بوكس الصبح. هنعمل لهم انضف واحلى بانيه شركات بس في البيت، حاجه مضمونه وانضف بكتير من بتاع بره. وكفايه اللي انت عاملاه وعارفه هتدخلي ايه لاولادك وكل. يلا بينا نبدا بالمقادير. دي كل المقادير اللي هنستخدمها النهارده، مقادير سهله وبسيطه وعلى قد واغلبيه المكونات موجوده في اي بيت. مش هنستخدم حاجات كتير من بره، لا بالعكس حاجات بسيطه خالص زي ما انت. انا معايا هنا نص كيلو من البانيه، نص كيلو كريسبي، ومعايا كيس لبن بودرة، ومعايا 4 معالق مرقة فورية، ومعايا ربع كيلو فيجيتار، ومعايا نص معلقة بيكنج باودر علشان البانيه بتاعي ما يطلعش كابس من جوه. ودي كده كل المقادير اللي هنستخدمها النهارده. يلا نبدأ. انا جبت هنا معايا كبة، هنزل بالنص كيلو بانيه، افرمه فرمة حلوة كده. هنعمه قوي، مش عايزاه خشن، لا هنعمه اكتر. لازم افرمه كويس قوي لحد ما ينعم معايا. بصوا كده بعد ما نعمته هوريكم شكله من جوه. بصوا هو ده الشكل اللي انا عايزاه، ولا خشن قوي ولا ناعم قوي، عشان لسه برضو هضرب بقى المكونات فهينعم اكتر معايا. هنزل هنا بالربع كيلو فيجيتار، هنزل شويه شويه عشان الكبه بتاعتي صغيره. هنضربهم برضو في بعض عشان لازم كله يدخل في بعضه، الفيجيتار والبانيه لازم كله يدخل في بعضه. انا كبه هنا بتاعتي صغيره شويه. بصوا كده ما تفرموش كويس، لسه هغير الكبه. هنا غيرت الكبه، جبت الكبه الكبيره عشان انزل فيها كل المقادير. هنا هنزل بيها البصمات عشان الكبه الصغيره ما كانتش هتشيل معايا كل المقادير. وده ده 4 معالق المرقه الفوريه، هتشتريها سايبه من عند اي عطار عادي خالص. وفي منها برضو اكياس جاهزه، وفي منها برضو برطمانات نازله جديد برضو جاهزه. مرقه دجاج، هنزل هنا بنص معلقه البيكنج باودر، ونزلت كمان باللبن البودره. هضرب ده كله في بعضه لحد ما كله يدخل وينعم مع بعضه اكتر. هضربهم قوي في الكبه لحد ما ينعموا قوي، كل المقادير تدخل في بعض وتنعم معايا. لازم اضربهم كويس قوي. هنا الكبه العامل الرئيسي في عمل الناجتس. كده بعد ما ضربتهم ده الشكل اللي انا عايزاه، وده القوام اللي انا عايزاه. هو ده المطلوب، انا مش عايزه اكتر من كده. يلا هجيب طبق وهنزل بالخليط كله، انزل كل اللي في الكبه. ده هيوفر معاكي كتير وهيعمل معاكي كميه اكبر واكتر. على فكره احلى وانضف بكتير من بتاع بره، وكفايه انضف وكفايه ان انتي مستخدمه ايه لاولادك وعارفه اولادك هياكلوا ايه. بتاع بره الله. هنا انا هنزل بكله، هنزل الخليط كله معايا هنا في طبق.
هيعمل لي كمية حلوة قوي. هنا انا جبت معايا طبق فيه مية، ده النجست هاخد منه كده طبق فيه مية، هبله الاول بالمية. ومعايا هنا برضو نجست طحناه. هعمل شكل بانيه الشركات او البانيه الجاهز. زي ما انتوا شايفين كده سهل جدا وسريع. ده كده شكله. هسقطه تاني في المية. بعد كده هنزل تاني في الكريسب المطحون، هقلبه كويس. هنزله تاني في المية. بعد كده هنزله في الكريسب الخشن، هقلبه كويس الكريسب الخشن عشان كل البنيه يدخل معايا ويتمسك كمان حلو قوي. بص خلصت، بص شكله كده. اوريكم شكله كده بعد ما خلص. بصوا شكله حلو قوي زي بتاع بره واحلى، مش هتفرقي خالص عن بتاع بره، بس كل اللي يفرق معاكي الطعم. ده مضمون في البيت وانتي مدخله في بانيه، بس بتاع بره الله اعلم معمول بايه. وده شايفه قدام عينك، بس بتاع بره ما انتي مش شايفه حاجه خالص. هعمل لكم كمان واحده كمان عشان اوريكم تتعمل ازاي. سقطتها في الميه وبعد كده هقلبها تاني في الكريسب الناعم. بعد كده سقطها تاني في الميه. بعد كده هقلبها في الكريسب الخشن. لازم اسقطها تاني في الميه عشان تعمل معايا طبقه من تحت، وبعد كده اسقطها تاني واحطها تاني في الكريسب الخشن عشان تعمل معايا طبقه من فوق، عشان لما تيجي تقليها ما تلاقيش اتحرقت من تحت ومن فوق وشها اصفر. لازم تاخد طبقه من تحت وتاخد طبقه من فوق كمان. دي كده خلصت كل الكميه. ما شاء الله عملت لي 31 قطعه، كميه حلوه قوي. عملت منها برجر ناجتس، وعملت منها شكل البانيه بتاع الشركات. دي كده كل الكميه. عملت لي كميه حلوه قوي وتقضي معايا برضو وقت طويل للحضانات الصبح وللمدارس. حلوة قوي، مش هتاخد معاكي وقت. هتقومي بس تقلي على طول وتحطي في السندوتشات وتحطي في اللانش بوكس على طول. مش هتاخد معاكي اي وقت وسهلة وبسيطة. بصوا البانيه برضو لو برجر وتجيبي كايزر برضو يبقى حلو قوي، وتحطي تحتيه خيار وطماطم يبقى شكله حلو قوي ومختلف. هقلي معاكم كام حتة. هنا انا جبت طاسة ونزلت بالزيت. هسيب الزيت يسخن معايا شوية، وبعد كده هنزل بالبانيه. هوريكم كده كم قطعة معايا. ولا ريحته كمان حلوة قوي، كلها مواد طبيعية من البيت، مش حاطين فيه اي مواد صناعية ولا اي الوان، كلها الوان طبيعية.
زي ما انا قلتلكوا برضو مش هياخد وقت. هتقوم الصبح من ما تلبسي الولاد وتخشي من ما تفتحي الفينو على طول، وهتقلي الناجتس على طول وعلى طول على اللانش بوكس. مش هياخد معاكي اي وقت خالص. هقلبه كده، كل ما ياخد لون هقلبه على الناحية التانية. لسه مصفرش معايا الناحية التانية، ما خدش لون. بس كده هقلبه، لسه ما خدش لون معايا. كل شويه هقلب على ناحيه عشان يستوي معايا، والبانيه كمان من جوه يستوي اكتر، عشان البانيه المفروم غير البانيه التاني. وانا هنا البيكنج باودر بيساعدك ان البانيه من جوه يبقى هاشش وحلو، ما يبقاش كابس معايا، لدرجه تلاقي البانيه من جوه كابس ولا معجن. هنا فايده البيكنج باودر هتخليه معايا هاشش وحلو. بصوا كده بعد ما خد لون هقلبه تاني على الوش التاني. لحد ما ياخد لون حلو قوي، وبعد كده اطلعه. انا قلت هنا هوريهولكم، وهقلي كام حته لعيالي هعمل لهم في سندوتشات ومعاهم مع كاتشب. بصوا كده بعد ما طلعته احمر معايا، ما خدش وقت، ولونه كمان حلو قوي، وريحته كمان احلى واحلى. بصوا ده شكله كده. هفتح معاكم واوريكم شكله من جوه، وكريسبي قوي، وصوت القرمشه حلو قوي. بصوا صوته. بصوا من جوه عامل ازاي، حلو قوي ومستوي وهشش كمان من جوه، مش كابس معايا. زي ما قلت لكم دي فايده البيكنج باودر. ولا شكله وريحته كمان احلى، ولا لونه. هفتح لكم واحده كمان هوريها لكم من جوه، مش معجن معايا خالص، بالعكس مستوي جدا، ولونه كمان حلو قوي. بس شكله ولا جماله. كده هنعمل احلى ناجتس في البيت، مش محتاجين نجيب من بره خالص. ده كده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان قناتي تكبر بيكم. ما تنسوش اللايكات الحلوه والكومنتات الاحلى. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف وبسيط وتعلمتوا منه، واكتبوا لي حابين اعمل لكم ايه تاني. ده كده شكله. ودبري ووفري برضه وعلى قد الايد. هنعمل حاجات من هنا ورايح على قد الايد. انتوا عارفين طبعا الدنيا والغلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديو جديد.